جايبه ولد تاني على مسؤوليتي حرامي سرق فلوس اللعيبه. حضرتك بتقول للناس وهو بيقول لك ما بلغش فيها ليه؟ لا ملفك كله اديته لوزير الداخليه عشان انت ضابط. سلمته بايدي لوزير الداخليه. تمام؟ قلت له ادي الضابط اللي عندك اللي بيقل ادبه الحرامي. تمام؟ حضرتك هتاخد اجراء ولا مش هتاخد؟ انت عايز توديه النيابه، لانه في الاخر ضابط. جماعه الاخوان هتقول لك ايه؟ ادي الضباط اللي مش عارف مين، ادي الضباط اللي منزلين افلام جنسيه على موقع الشرطه. انا اديت لك اهو حضرتك وافحص الكلام ده. يعني حضرتك تقدمت ببلاغ النهارده النائب العام سياده المستشار في النهارده بلاغ كابتن احمد سليمان؟ طبعا اول كذبه قالها ان مايوكا 50 مليون. يا كذاب يا كذاب. طيب لو طلع مايوكا واخد 10 مليون هديك انا 40 مليون كده. تمام. طيب بقى ده انسان كذاب وهتشوف بعدها اساس ولي اهرام. هو في انتخابات دلوقتي؟ الانتخابات جايه. طبعا عندك ماتش مهم النهارده. ولائحه ايه؟ اسال الوزير. عايزك تكلم الوزير الوحيد رئيس النادي اللي قال عايز برفع الايد، عايز بالسراديق، عايزها السرشاديه، عايزها اي حاجه. تمام؟ عايز تعمل انتخابات في بيتك بس مش هيلحق يعمل انتخابات في بيتك. طيب يعني انا حاولت للتحقيق نمره واحد. عملنا بقى النائب العام لان انا قلت الوزير انا مش هسكت بقى خلاص. طيب طبعا تصريحات حضرتك ضد الكابتن احمد سليمان دي على مسؤوليه حضرتك، وان شاء الله الفتره الجايه هنشوف من خلال البلاغات اللي حضرتك تقدمت بيها للنائب العام. بقول تاني اتفضل. بص مين هو؟ مين الولد ده؟ مين الولد اللي بينزل افلام جنسيه على موقع وزاره الداخليه وظباط كل يوم بيستشهدوا سواء في مصر وعلى فكره السيد الوزير خد الكلام ده كله يفحصوا. هو الناس المحترمين بتوع الامن الوطني والامن العام. تمام؟ ولو انا كذاب والموقع ده مش موقع الوزاره وهو مش منزله باسمه يا عم اتحاكم. يا بيه ما فيش انتخابات. قول تاني. طيب خلينا نسيب القصه دي. تمام اتفضل. النادي الاهلي اتغلب في اول ماتش. عمرك شفت عبد العزيز عبد الشافي طلع شتم ولا لا؟ انما بقى طلع ميدو، حازم امام، ابو العلا، الواد ايمن يونس، الواد اسمه خالد غندور، الخمسه. يا عم انتوا بتقولوا اللعيبه دي فاشله. خلاص اجي غير اللعيبه يقول لك شوف بيغير كل سنه، يقول لك المدرب ده فاشل. اجي ماشي يقول لك شوف يا سياده المستشار يعني انا ثانيه واحده 10. طب اتفضل. انا عرفت. اتفضل. انا عرفت. طب نجوم من دخول النادي من النهارده ما اشوفش خلقه حد فيهم. اما الاخ شوبير بقى اللي عمل حلقه شتيمه. طب بس خليني اناقش مع حضرتك الامور دي علشان بس ما يبقاش يعني نجوم نادي الزمالك اللي حضرتك اتكلمت عنهم دول ابناء نادي الزمالك، والنادي الزمالك هم اللي صنع تاريخهم وهم اللي صنع تاريخهم وبالتالي ارائهم يعني اعتقد مع حضرتك بتصب في مصلحه نادي الزمالك. ما تطلبليش تاني ما تطلبليش تاني. لا اتفضل. اشرف انت لما تيجي النهارده عندك استوديو تحليل فني. تمام؟ تقول القيمه التسويقيه بتاعت نادي الزمالك رئيس النادي وقعها في الارض، وانا عندي اول مره لاعب يعار ب 3 مليون في هات لي في انديه مصر كلها لاعب يتم عرضه اسمه كهربا ب 3 مليون و800. خلاص؟ هل يصح ان الاخ ميدو يطلع يقول ان مرتضى منصور ادى التشكيل بتاع الشوط الاولاني لطارق يحيى عمله؟ الراجل لما لقاه غلط قال له لا في الشوط الثاني وراح شتمه وضربه وعمل تشكيل كسب وقل لا صحيح. انا عارف ان ده مش صحيح يا سياده المستشار. طبعا ده نقد. وبعدين هات لي حد في الخمسه ما خدش ملايين من نادي الزمالك. هات لي حد من الخمسه، هات لي حد من الخمسه اللي عملوا مصانع وشركات وملايين باسم نادي الزمالك. انا ميدو بتاع الزمالك، انا حازم بتاع الزمالك، ومصانع اسمنت وبترول وزفت الطين مرتضى منصور خليل الزمالك. شتيمه وانا موافق عشان الجماهير المحترمه اقعد يا جماعه وما يفوت دماغي. تمام؟ هات لي استوديو تحليل يحلل. يا بيه الراجل لما خسر البطوله الافريقيه انا اتكلمت. لا وحضرتك كنت معايا في مداخله هنا وقلت انك هتدي له الفرصه لاخر وقت عشان يقدر يصحح الاوضاع. مين يسلطه يا اشرف يعمل مؤتمر صحفي فني ويقول لك رئيس النادي ده بيرعب الناس والناس بتخاف منه وده راجل ارهابي والكوكولا يقول لهم دي ميه. مين اللي قال له الكلام ده؟ وكان في هجوم شديد جدا منه ضد حضرتك. انا رغم ان حضرتك كنت في اجتماع معاه قبلها بيومين واعتقد كانت الامور ماشيه بشكل جيد. لا انا اقول لك حاجه، هو الراجل واحد من الصف ومشي. مش قال لك كل احترام وتقدير لرئيس النادي وده راجل محترم وانا غلطت وكرسه وقال لهم لا عمره اتدخل ولا عمره اتكلم ولا عمره حتى قال لي مين بيلعب ولا مين ما بيلعبش وكبس حازم امام وميدو وايمن يونس وابو العيله وخالد غندور وكل واحد عنده مصيبه. ميدو وحازم مطرودين من النادي لما كانوا بيدربوا بس خدوا ملايين. خالد غندور انا اللي مبطله كوره وراح ترسانه. ابو العيله مبطله كوره وراح الانتاج الحربي.
ايمن يونس عايز يخش معايا في القايمه غصب عني. هم دول يا بيه، الناس لازم تعرف. طيب انما انت عايز تنتقدني يا كابتن اشرف، تقول لي والله انت اشتريت اللاعب الفلاني واخد بالك، اللاعب ده جه بيقول انا ما خدش مستحقات مثلا، او انت مثلا المبنى ده يتكلف 100 مليون انت عملته 200 مليون. انما يا راجل ده النادي كله ما اتكلفش 20 25 مليون. المبنى الاجتماعي لوحده جاي لي فاتوره. لا بصراحه يا مستشار احنا دايما بنشيد بحضرتك هنا في التطوير الكبير جدا اللي حصل داخل نادي الزمالك والنقله اللي حصلت، لا خليني في الكوره وده يحسب بحضرتك. طيب يا اشرف خليني في الكوره. اتفضل. هو انا مستلم نادي الزمالك كان واخد 60 دوري 90 كاس؟ لا انا مستلم نادي الزمالك 10 سنين ما خدش الا بطوله كاس عبيطه. تمام، ده صحيح. خدت دوري واربعه كاس وسوبر كل سنه بطولتين، وكره اليد كانت نازله درجه ثانيه، دوري وكاس وافريقيا ابطال دوري وابطال كاس. تمام. الطايره خدت الدوري. هم عايزين ايه؟ الكلاب المسعوره طلعت هوا ليه؟ طيب الراجل فيهم يجي النادي عشان الستات نجوم بالشباشب. والله بالشباشب. طب خلينا نروح معاك بقى. اللي قلت عليه ده بس احمد سليمان، هاني شكري، عبد الله جورج، دول وعبد الله جورج وحازم في اعضاء مجلس الاداره خدوا كام بطوله؟ قول لي. هو حازم امام ده مش انا اللي مسفره؟ انا اللي مدير تونسيا، جلال ابراهيم كان رئيس النادي وانا عضو، وكان بيبقى مضافي يسفره، وانا اللي سفرته وكتب اقرار يرجع يلعب في النادي 5 سنين مجانا، رجع خد 15 مليون. هو في ايه؟ هو الاخ الثاني ده اللي اسمه عبد الله جورج ده كان بيدرب كان دكتور اليد، وانا صممت الفريق الاول. خلي بالك. وبعدين واحد من اللي قاعدين قال لك ده مسيحي، قلت له نعم يا حبيبي. نعم اسمه ايه مسيحي؟ ما عنديش الكلام ده. ده مواطن مصري اسمه عبد الله جو اللي بيلعب دلوقتي. ده شيء مقرف، انا قرفان منه. انا بس عايز يجي الجماهير وما يشوفوا الناس، اقسم بالله هم بالشباشب. بالشباشب هم عايشين في وهم. انا النهارده خلاص خدت مذكره من اعضاء النادي، خلاص. هو انت عشان تبقى نازل الانتخابات اللي لسه بقى لها فاضل لها 5 اشهر دي بتديك حصانه انك تقل ادب وتكذب على الناس؟ حصانه؟ يعني حضرتك شايف ان كل اللي بيحصل ده بسبب الانتخابات سياده المستشار؟ امر حقيره قبل الانتخابات. طيب واقسم بالله العظيم اي حد هينزل رئاسه ضدي هحط له صوت. ايه في عايز بقى الثقه اللي حضرتك ربنا وفي نفسي والجمعيه العموميه. والجمعيه العموميه. طيب سياده المستشار انا عايزك تخلص شغلك النهارده وتعالى خش النادي. هاجي لحضرتك يا سياده المستشار، هاجي لحضرتك. دلوقتي حوالي 50,000. انا شفت والله بعيني يا سياده المستشار، ودايما بتكلم على النقله النوعيه اللي حضرتك عملتها في نادي الزمالك. ازاي ما بص انت مش واخد بالك. انا في 2005 لما جيت رئيس نادي خلاص استغلوا ان انا نازل انتخابات مجلس النواب وسبت نادي شهرين، قعدت 14 وعملوا مؤامره بتاع اسماعيل سليم والعصابه بتاعته واتحل المجلس، ما لحقتش اعمل حاجه. كانت برضه مؤامره خلي بالك. واتحل المجلس، خدت حكم ورجعت، اتحل المجلس، خدت حكم ورجعت، جمدوا نشاطي. تمام؟ خدت حكم ممدوح بس وعصبته راحوا شاطين قضيه. الوقت اللي انا بقى لما خدت حكم على ممدوح بس وحازم امام ورؤوف جاز انهم دوروا الانتخابات، انا تنازلت عن هذا الحكم. عشان خفت على النادي، وقعد يقول لك قضيه مرتضى. طب النهارده مفيش كلب بيهوهو في قضيه رافعها ممدوح بس على النادي ليه؟ وحاجز على النادي ليه؟ كلاب مسعوره مأجوره. تمام؟ فانا بقول اهو الراجل فيكم يجي على نادي النادي يتفضل يشرف. انا بقول لك اقسم بالله ستات النادي هيضربوهم بالشباشب. طيب هو في انتخابات في الفيسبوك؟ لا لا الانتخابات دايما على ارض الواقع، الانتخابات دايما بتكون على ارض الواقع. الاهرام المحترم وتاريخه اللي حصل بالظبط ان في ولد اسمه اشفونجا ولا مش عارف اسمه ايه دون، كان سموحه اتفق معاه شفويه. تمام؟ نادر السيد تقريبا وكيله فاتفق مع الاستاذ شافيونجا اللي حضرتك ضميته من نادي الداخليه مش كده؟ تمام؟ فانا ضميته باجراءات سليمه. الداخليه بعت لي السجن واولاد مضوا. تمام. اخ احمد طاهر ده شغال بياخد 30,000 جنيه، ده بتاع الاهرام بيقطع اخبار الزمالك 30,000 جنيه في الشهر من سموحه كده. بيقول له عشان انا مستشار السكواش. فابتدى يشتم ويقل ادبه. فانا ما حدش يقل ادبه عليا ولا نقيب الصحفيين. ثاني ولا انا اللي عامل 3200 عضويه استثناء للصحفيين، العضويه ب 85 عاملها لهم 20,000 يا الحمد لله. المشكله ما بين حضرتك وما بين نقابه الصحفيين انتهت خلاص، يعني الحمد لله مش عايزين نفتح الباب ده تاني. رئيس مجلس اداره الجردان اللي هو تابعه البيل النهارده عامل حديث بيكذب يقول لك مايوكا والتوريث. توريث مين يالا؟ ده احمد مرتضى جايب اصوات اكتر مني، جاب اكتر مني في الانتخابات. يا ريتك تبقى قد جذب احمد مرتضى
على الاقل ما خدش فلوس من ايمن حفني. ده فضحك ايمن حفني وفضحك الواد بتاع المنصوره وفضحك اسلام جمال وفضحوك وعملوا مذكرات رسميه سلامه وزير الداخليه. ده انت سارق فلوسهم. ها ولو انت راجل تقول لمصر كلها، لو انت راجل الخمس اصول اللي عندك دول منين؟ 5 اصول في امريكا منين؟ ها والبي ام دبليو منين؟ المعلومات دي خطيره يا سياده المستشار، المعلومات دي خطيره جدا يعني. حضرتك قدمت بيها للنائب العام اللي انا قلته لك ده كله في ملف استلم السيد وزير الداخليه المحترم بالكامل، وللكابتن احمد طبعا يعني حق الرد. طيب انا هزر مع وزير الداخليه. لا اكيد حضرتك طالما رفعت شكوى وبلاغ للنائب العام والوزير الداخليه يبقى اكيد حضرتك يعني لديك مستندات في ده. انا ما كنتش عايز اعمل بلاغات عشان ما اقولكش ايه ده هيشطبني لو ده النيابه علشان انزل انتخابات. لا هضمك بقى انزل ما تنزلش الغلطه عندي حساب. النائب العام النهارده والبلاغ راح والتحقيق هيتم معاك زي اي عضو بيغلط في نادي الزمالك. انما شغل البلطجه والاهرام ده الاهرام مقاطعني يقول لك اسمه رئيس النادي. بص وناسيو يرفض مقابله رئيس النادي. كل اخبار كذب. لا القابض 30,000 جنيه ده من فرج عامر عشان لاعب. ايه الهرم دي اهرام؟ لا حضرتك ليك كل الاحترام يا سياده المستشار، حضرتك ليك كل الاحترام طبعا. طب اروح بقى اتفضل. الاهرام ده بالنسبه لنا ايه؟ بالنسبه للشعب المصري ايه؟ طبعا مؤسسه كبيره جدا، مؤسسه عظيمه يعني. يعني لا يعني زي عندنا اهرامات، عندنا اهرام بالمقياس الادب والفكر والصحافه. وصلنا لمرحله تلفيق وتزوير واكاذيب في الاهرام. ها وانا بقرا الفرسان، انا بقرا الاهرام طبعا جريده يعني عظيمه جدا وليها كل الاحترام بالتاكيد يا سياده المستشار. ورئيس مجلس اداره رقيب الصحفيين مش قادر عليهم. وخد ده السر بتاع النهارده بقى. اتفضل. كلمت كرم جابر اللي هو مسؤول عن المؤسسات الصحفيه. خلاص تمام. هيعمل ايه الراجل؟ قول لي هيعمل ايه؟ كرم راجل مؤدب ومحترم، هيعمل ايه؟ فانا بقول لك بص، كل الفيلم ده عشان الانتخابات. تمام؟ انا والله ما كنت عايز انزل انتخابات، بس انا متاكد لو سبت النادي ده اسبوعين هيرجع مركز شباب تاني. الفتره اللي فاتت يا سياده المستشار لما حضرتك يعني اديت الصوت للجمعيه العموميه، الجمعيه العموميه رجعت حضرتك مره ثانيه 3 مرات. بقى الثقه في نفسي تمام. وعندي جمعيه عموميه يوم 25/8 للائحه الاسترشاديه. انا متوقع يجي 20,000 مش 10,000 عشان يعملوا لائحتهم. من رقم 1. رقم 2 يا ابني انت لما تيجي تعمل انتخابات تقول جدول عملك ايه؟ برنامجك ايه؟ كل اللي اعضاء بيحلموا بيه في النادي اتعمل. النادي النهري عايزك تيجي بعد اسبوع تتفرج على نادي بقى دورين كله معمول بالرخام على اعلى مستوى. خلاص؟ داخل مرسى مطروح طبعا الناس بتشكر فيها. داخلين على النادي 6 اكتوبر تعمل مستشفى استثماري، بتعمل فندق استثماري للاعضاء، فلوس تجي للاعضاء، بنعمل استاد ياخد 45 او 50 الف بني ادم، بنعمل ملعب سكواش، خيل، واخد بالك، جمباز، كل ده بيتعمل. تمام. قول لي برنامجك ايه؟ النهارده عندي بيحلم لا اللي ما همشي بعمله له. طيب بس انت لو الادب مش هتمشي معايا. طيب اروح مع حضرتك بقى للمدير الفني القادم لنادي الزمالك. حضرتك شايفه مين؟ هل بتبحث سياده المستشار في ملفات معينه خاصه بالمدير الفني الفتره اللي جايه سواء مدير فني اجنبي او مصري؟ حضرتك خدت القرار فيه؟ هو طبعا ثقتي الكامله في طارق يحيى وجهازه، لكن لو جه جهاز فني اجنبي هيبقى طارق يحيى موجود، مش هيتحرك من مكانه ولا هو الجهاز مش هيجيب جهاز. الو سياده المستشار الصوت مش واضح يعني اتفضل. ثقتي كامله في طارق وجهازه. اي مدرب احنا دلوقتي سياسه 7 مدربين اجانب الافضل هنجيبه ايا كان ثمنه. الارقام عليت قوي يا سياده المستشار، المبالغ كبيره جدا المطلوبه. يعني هل حضرتك هتوفق بين مش خساره في الفريق، مش خساره في الفريق، جايبين احسن لعيبه لغايه دلوقتي. واخد بالك؟ لعيبه متميزه. يعني سعر الدولار فرق جدا يا سياده المستشار في التعاقدات الفتره اللي جايه دي يعني. مش هتفرق. طب اللي بيقول لك اصل واحد امبارح بيقول لي بيقول لي ايه؟ نادي الزمالك دخل له 1.5 مليار في السنتين دول. قلت له ايه يا عبيط؟ قال لك 1.5 مليار ليه؟ ده مصر ما دخلناش 1.5 مليار. دي اكاذيب وتردد اكاذيب وتردد اشاعات وتردد وسخات وتردد كدورات وبكابورت ضرب وبالجزمه القديمه وانا ما بتهزش. يا راجل انا اتحبست مره بضرب وزير داخليه بالجزمه زكي بدر. لو ده مره اتحبست بضرب السفير الاسرائيلي بالجزمه. انا ما بخافش، انا معارك كبيره، ما بخشش معارك اطفال صغيره. الواد بقرا على الحرامي الدافي ده واللي معاه.
طيب اشرف انا بشكرك. طب انا بس عايز كلمه كده عن المدير الفني اللي جاي، يعني هل هيكون حضرتك لغيت خلاص فكره التعاقد مع مدير فني برتغالي ولا ممكن يبقى برتغالي برضه؟ لا برتغالي لا خلاص بعد اللي حصل. طب انت عارف الراجل راح اشتكانا في السفاره وقال ان انا محتجز وقبضت عليه، بس حضرتك الحمد لله انهيت الموضوع ده خلاص والراجل خد. ما حصلش الكلام ده كله كذب. كله كذب يا بيه. طيب الاقرب مين يا سياده المستشار؟ الاقرب مين الفتره اللي جايه؟ 48 ساعه هقول لك. 48 ساعه. طب يعني ما يعني حتى لو جنسيته هيبقى ايه ولا لسه حضرتك ما؟ لا عندنا والله اسماء كتيره محترمه والله. في اسماء كتيره محترمه. وكنت اتمنى الناس اللي هم عماله تضرب في النادي يا ريت يقول لك ايه، اللعيبه سيئه بس غير رئيس النادي، المدرب فاشل بس غير رئيس النادي، وحتى امك رئيس النادي مش هتغير لما يجي له مزاجه. انتوا عايشين في وهم. انتوا تعالوا شوفوا الجمعيه العموميه عامله ايه. طيب يا ريت انا طلبت جمعيه عموميه قبلها 48 ساعه عشان انا ما العبش فيها 10000 واحد كنا قاعدين في الجنايه. هم عايشين في وهم. اما انت يا حرامي اقسم بالله لو وزير الداخليه ما حاسبك لدخلك السجن. طيب المدير الفني لمنتخب اوغندا ممكن يكون في الصوره سياده المستشار الفتره؟ كله في الصوره. كله في الصوره. اخيرا رزاق سيسي خلاص قررت انه اعاره الفتره اللي جايه بعد عوده كوفي. ان شاء الله احنا بنصفي مع نادي اسوان لان دول برضه اهلنا، والدكتور حسن صاحبي جدا وجاي زارني، بنخلص معاه ان شاء الله باذن الله وهنعيره السنه دي ان شاء الله. وايشا بيونج نفس الكلام لاعب لا قاعد احنا هنخلي 4 اجانب السنه دي ان شاء الله. انا يعني كابتن مجدي عبد الغني قال 3 اجانب بس للفرق المصريه. قول له بقى اماره المانجا الخاص اللي كان فيها في بيت مصطفى في اسكندريه وما 4 هيبقوا 4. شيكابالا باقي يا سياده المستشار ولا هيرحل؟ شيكابالا باقي اذا كان عايز يمشي. اذا هو عايز يمشي. بالظبط. بص مفيش لاعب هقعده غصب عنه. ومفيش لاعب همشيه وانا عايزه. يعني الكلام الفتره اللي فاتت كان على شيكابالا ومحمد ابراهيم وهم طبعا يعني حد تاني. الله اخ اسمه ميدو هو اللي طلبني وقال لي شيكابالا جالي وعايز يبقى معايا في وادي دجله. تمام. ودي رغبته. ولقيت حسام حسن ثاني يوم قال نفس الكلام. مفيش لاعب هيقعد. وبعدين الخد انا مش عايز شيكابالا ده بيلعب، ده الوحيد اللي لعب كل البطولات. ده صحيح وهو يعني كابتن الفرقه. شيكابالا ما قالوش قبل الماتش بتاع العقد اللي قدامي اطلبه بقول له قول للولاد يا كابتن الفريق الراجل خلاص تعبر ومشي مع الناس اللي دفعوا له. قول لهم شد حيلكم انتوا رجاله وايا كانت النتيجه انتوا احسن فريق في مصر. طيب في لعيبه الفتره الجايه ممكن تنضم يا سياده المستشار، اسماء جديده ولا خلاص حاجه كده يعني؟ طبعا في 3 لعيبه لسه ان شاء الله. مفيش اسماء طيب لينا ولا ايه؟ ايه والله احنا بنشوف الشامي وعبد الله. عبد الله جمعه. والشامي وفي كابوريا. هل في مدافعين سياده المستشار؟ ما هو خلاص ممكن رجع. اسمه اسف اسمه كوفي رجع. كوفي يبقى عبد الله جمعه وكابوريا والشامي لاعب المصري. بالظبط. طيب في محمود علاء حضرتك دخلت في لا خالص لا محمود علاء بعيد. اخيرا سياده المستشار معلش انا قطلت على حضرتك، كابتن حسام حسن لسه في الصوره ولا خلاص الموضوع ده اتقفل؟ لا خلاص مفيش مصريين بقى. مفيش خلاص. كابتن حسن حسن يرضى يشتغل مع مدير فني اجنبي؟ لا خلاص حسام يعني انا طارق يعني بشكره جدا 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 انه راجل واقف مش قاعد اجنبي مدرب عام وده راجل مدير فني المخصصه والاسماعيلي والانت يعني طارق يحيى برضه. اكيد اسم كبير. وانا عايز مره تسالوه ما هو بقى له 15 يوم معانا قولوا له مرتضى منصور عمره طلبك جدا. قول له طلبك. لا قول له عمره كلمك ولا طلبك. وايه المشكله يا سياده المستشار لما يكون في تواصل ما بين حضرتك وما بين المدير الفني او الجهاز الفني يعني؟ لا عشان الاعلام الفاسد يا اشرف. يقول لك الاستقرار حتى لو بتهزم اتغلب من كاس استقرار، اتحاد العاصمه استقرار، خسر بطوله افريقيه استقرار، بطوله عربيه استقرار، خسر الاهلي بطوله خاصه استقرار. وبعدين يقول لك ايه شوف الراجل اللي دبر النادي اتهد يا راجل. طب انا باجي اغير اقول لك المدرب ال 18 دخلنا في ال 19 احنا عايشين في مناخ قله ادب واللي مش هيحترم نفسه ياخد بيه الكاس. اتمنى سياده المستشار